في السير إلى مرقد المرجع يكون الفرد فيه راجعا إلى حوزته التي عانت الكثير من الهجران، وخصوصا بعد احتلال العراق وبعد استشهاد مرجعنا الحبيب قدس الله نفسه الزكية، وفيها تعلق بأمور الدين، من حيث أن المرجع هو أحد مصادر العلوم الفقهية بل وغيرها مما كان يجمعه من تلك العلوم التي يجب أن تجتمع عند الأعلم أكيدا.